حركة واحدة بس غلط أنهت مشواره المهني وقضت على حلمه بالكامل. وخلي بالك لا تكون بتعمل الحركة دي في التمرين وانت مش واخد بالك. جون بيير فوكس لاعب كمال أجسام سويسري الجنسية، كان معروف بضخامته العضلية بوزن يقترب من 125 كيلو على المسرح وطول حوالي 188 سنتي. العملاق السويسري ده الدنيا كانت ماشية معاه حلو، والكل كان بيتنبأ له بمستقبل مبهر في مستر أولمبيا بعد تحقيقه المركز السابع في سنة 97 والمركز الرابع في بطولة أرنولد كلاسيك سنة 98. يعني كل المؤشرات بتقول إن الراجل ده قدامه شوية ونشوفه ملعلع كده على مسرح مستر أولمبيا أو حتى في أرنولد كلاسيك. أي نعم سنة 99 و2000 و2001 ما كانتش أفضل سنين ليه في مشواره، بس عادي بتحصل لكل الأبطال، الحياة شوية فوق وشوية تحت، لحد ما جت اللحظة اللي أنهت مسيرته الرياضية بالكامل في سنة 2002 لما مجلة فليكس الشهيرة طلبت منه إنه يتصور عشان هيطلعوا صورته على غلاف العدد الجديد من المجلة. الكلام ده كان في شهر أغسطس سنة 2002. جون بيير كان محتاج اسمه يلمع تاني ويفكر الناس بيه عشان يثبت للجمهور انه لسه قوي وضخم ويكتسب شعبية تساعده على المنافسة. بدأت جلسة التصوير، والمفروض ان التصوير كان هيبقى عبارة عن شوية صور وهو بيلعب سكوات. وعشان الصور تطلع جامدة المعلم جون بيير فوكس قال لك انا هحط 7 طارات يمين و7 طارات شمال، يعني حوالي 700 باوند سكوات، ازيد من 300 كيلو بحاجة بسيطة. وعادي يعني الوزن ده انا مش اول مرة العب بيه، ولسه بيقول بسم الله نزل اول عدتين التالتة ما طلعش منها. جون بيحكي انه ما كانش فاهم ايه اللي حصل اصلا، الوزن مش اول مرة يلعب بيه، لكنه كان حاسس ان الوزن تقيل المرة دي اكتر من اي مرة. وفي نص العدة التالتة جون كان بيحاول يطلع لفوق ويكمل العدة، ولكن بيسمع صوت فرقعة جامدة في رجله اليمين وبعدها مباشرة نفس الصوت في رجله الشمال. جون استوعب ساعتها اللي حصل وعرف انه حصل له تمزق في اوتار العضلة الامامية، لكن الموضوع كان اسوأ من التوقعات. جون بيير فوكس حصل له تمزق في الاربع عضلات الامامية بتوع الفخذ في الرجل اليمين وتهتك كامل في وتر العضلة الامامية في الرجل الشمال. ومن بعدها جون بيقضي شهرين في المستشفى عشان يتعافى من اثار الاصابه والجراحه دي، ولكن اللي اتكسر عمره ما بيتصلح ولا بيرجع حتى زي زمان. ومن بعد الحادثه دي جون بيير فوكس انتهت مسيرته الرياضيه تماما واعتزل كمال الاجسام. انا بس نفسي افهم، هو انت يعني لو كنت استخدمت اوزان اخف او حتى اوزان مزيفه كان هيجرى لك حاجه؟ والنبي يا جماعه يا ريت نعمل تمرينه للعقل، نتمرن بامان عشان الغلط لحظه والندم سنين. اصحى للكلام يا فورمو.